وهو خير من ان يشرح لينا الدستور بمواده المعدله. فلنتفضل. شكرا. اللقاء الجميل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اخوة المواطنون الاجلاء، الحمد لله اننا بدأنا هذا المؤتمر في شارع النضال، وكأن اسم الشارع ينبئ عن انكم اهلا لهذا النضال، فهذا بداية. ثانيا نحيي المواطنون الشرفاء الذين يسعون سعيا لتبيان الحق من الباطل، واشرف بالوصول امام حضراتكم لا لتعليق على الدستور ولكن لايضاح بعض الامور القانونية حتى يستبين الامر لكل الاخوة المتواجدون. الدستور في معناه الاسمى هو قمة القوانين، اعلى قانون ينشئه البشر يحكم انفسهم هو الدستور. هذا واحد. عندما جاء الحق تبارك وتعالى بالقرآن والكتب السماوية فهي دستور، وهي دستور الهي لا يجوز العبث به او تعديله او الاستفتاء عليه، ولكن الدستور البشري هو عرضة للتغيير والتأويل وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا لاحتياجات الافراد، ووفقا للتقدم الذي نلحظه اخيرا وعلى عجل في وسائل الاتصال وفي تكنولوجيا المجتمع. ولذلك حتى لا اطيل على حضراتكم، فالدستور هو قمة القوانين، بمعنى انه اذا صدر دستور ما ثم صدر قانون اخر يعارض هذا الدستور في اي مادة يطعن على هذا القانون الجديد بعدم الدستورية. ولذلك انشأنا المحكمة الدستورية التي هي تراقب دستورية القوانين. اذا الامر واضح، في قاعدة عامة كبيرة، اي قاعدة اخرى منبثقة منها يجب ان تتوائم مع تلك القاعدة الكبرى. يبقى اذا الدستور هو الذي ينظم علاقة الافراد بالدولة وعلاقة الدولة بالافراد. هذا تعريف شعبي في وجود المستشار خالد ورجل زميله الفاضل. ولكن اولا مجلسي الشعب والشورى. طيب الجهات التي هي على استعداد ان تدخل مجلسي الشعب والشورى، هنرجع تاني ال200 جنيه بتوع الصيف وخش جوه انتخب، واحنا شعب مش لاقي وظروفنا صعبه، ولاقي واحد وانا واقف على الباب الصبح بيديني 200 جنيه وبيقول لي اختار فلان رمز الجمل. لا، هل هذا يستقيم مع شعب تحرر من الاستبداد والفساد؟ استحالة مطلقة، استحالة. وانا اراهن على هذا الشعب انه لن يسمح للعابسين والراشين ان يصلوا الى مقاعد مجلس الشعب. يا اخوانا انتوا اهلي، مجلس الشعب ده هو المجلس الوحيد الذي يسن القوانين التي تحافظ على حضاراتكم. لما يبقى مجلس الشعب ده فاسد هيطلع لك قانون الضريبة العقارية. انا ساكن في شقة كلها ب30 جنيه اوضتين وصالة ويدفعني 60 جنيه كل سنة. طب ده كلام يستقيم؟ لان اللي بيناقش القانون بيقول موافقة لانه يتبع الحكومة ودخل هذا المجلس عن طريق الرشوة والفساد. يبقى احنا عاوزين مجلس شعب نختاره من الشعب، وان يكون هناك قانون او شأن للدعاية الانتخابية بالنسبة لمجلس الشعب. ما يجيش واحد يصرف 4 مليون جنيه عشان بيحبوكم، ده استحالة مطلقة. ده هيصرف 4 مليون جنيه دعاية عشان يخش يحصلهم جوه 40 مليون. يبقى استحالة مطلقة
الذي ينطق ببذخ وبسخاء انه يريد خدمة هذا الشعب. فكم من مصري اصيل يريد خدمة هذا الشعب ولا يملك قوت يومه. فكيف يتسنى لهذا الشعب الطيب ان يصل الى هذا المقعد بالديمقراطية والحرية التي سنتها ثورة 25 يناير. بعد اذن حضراتكم، يبقى اذا عندنا خيارين، ان لو جبنا 3 اساتذه محامين متخرجين السنه اللي فاتت هيعدلوا ال9 مواد في 3 ساعات. عملناها في 10 ايام، اهلا وسهلا. انت تعدل ولا تؤلف، انت لا تأتي بدستور جديد. مدة الوقت تحتاج انك تأتي بدستور جديد. اما التعديل فانك تعدل بعض المواد على حدة. بمعنى هناك مادة تقول ان مدة رئيس الجمهورية، ده في قانون 71 اللي احنا ماشيين عليه، هي 6 سنوات، وله حق ان يمد المدة مرة اخرى لمدد اخرى مفتوح. ده قانون عدله السلام. هل هذه المادة تحتاج الى يوم من 10 ايام عشان اعدلها؟ انا بعدلها بقول لا، المدة 4 سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس الجمهورية الا لمدة اخرى فقط لا غير. دي محتاجة وقت، محتاجة فن. هتقول 4 سنين، هتقول 5 سنين، هتقول 6، ايا ما كانت المدة اللي هتتفق عليها كمجلس دستوري هي هتتعدل في الايد. فالناس اللي بتزعم ان احنا عشان نعمل دستور جديد عاوزين سنة وعاوزين سنتين، كلام ده كلام غير منطقي وغير قانوني. ولا سيما ان هناك قوانين اخرى، مع احترامي الكامل لحضراتكم، ودساتير اخرى موجودة ومكتوبة. كلية الحقوق جامعة القاهرة كتبت دستور وهو عرضة للمناقشة والاستفتاء. دستور 54 موجود، نستطيع تنقيح وتعديله. دستور 71 الدستور الهزيل المفصل الذي فصلت بعض مواد منه للتوريث، تم الغاء هذه المواد. انا في رحاب حضراتكم لا استطيع ان اقول قل نعم او قل لا. انا دوري بينحصر ان اقول ان هذه المواد التي تم تعديلها هي مواد لم تعدل بالطريقة القانونية الفنية الصحيحة. لان المادة 77، انا هقول لكم بقى واشغلكم شوية بالارقام، 77 تضمنت ان مدة الرئيس 4 سنوات وتجدد مرة واحدة. طب المجلس ما قراش بقية الدستور، وفي مادة اسمها 190 بتقول ان تنتهي ولاية الرئيس بانقضاء 6 سنوات. طب ما كان يجب ان يعدل هذه المادة مرة اخرى حتى تتوائم مع المادة التي عدلها. دول رجال قانون. يبقى انت بتعدل فوق المادة 77 انها المدة 4 سنين، وتيجي في المادة 190 سايبها لنا انها تنتهي هو اقتراع. بتدخل قدام الصندوق ومعاك الورقة وما يلهمك به الحق تبارك وتعالى، ووفقا لضميرك الوطني لك مطلق الخيار في او لا، لان الاقتراع سري مش علني. فانا لا استطيع ان اعبر عما اصريته داخل نفسي بيني وبين ربنا قال ايه اللي هعمله. لكن هناك اناس بيدعوا الى لا، وناس بتدعو الى ولكم مطلق الخيار. انا وضحت ان رئيس الجمهورية، سعادة البيه بيقول لي اوضح جزئية ان رئيس الجمهورية بعد انتخابه عليه ان يدعو اللجنة الدستورية لوضع دستور. يبقى لو رئيس الجمهورية ما دعاش اللجنة ما فيش دستور، وهنعود الى دستور 71. احنا بنقول يا جماعة في عوار وفي خطأ. مش نصها صح، مش نصها ده تفسيرها. لا الى لجنة دستورية لكتابة دستور جديد. ده مين؟ رئيس الجمهورية. هنا اللي بيقوم مقامه المجلس العسكري. احنا دلوقتي ماشيين وفقا لمجلس عسكري. المجلس العسكري ده له قيادة بتحرك هذا المجلس. انا بقول اذا المواطن اقتنع ان التعديلات في صفه يقول لا، وجد ان التعديلات ضارة يقول لا.
هذا امر بينك وبين ربك، لكن انا ما اقدرش اقول لك قول اه او قول لا، لان ده مش دوري. انا دوري اوضح لك يعني ايه دستور، واحنا جايين بنقول ايه العوار اللي في التعديل، وايه الميزه لو احنا قلنا اه، وايه الضرر لو قلنا لا. بس مش عارف اقول اه ولا لا. انا هقول لكم، انا ما استوعبتش، انا اللي هقول، انا هقول انا. محمد شريف، محمد شريف وضحت لك بصفتي راجل قانون القاعده القانونيه بتقول ايه. ده اللي بيني وبين حضرتك. اقول لك اه، اقول لك لا، دي في قوه شعبيه زي خالد بيه، والناس بتحكوا الرجاله بتحكوا شرفاء، هم اللي يستطيعوا توجيه حضراتكم. انا في اي مؤتمر بروحه دلوقتي بقول كلمتين على الدستور. يا جماعه الدستور ده حاجه خطيره جدا ومهمه جدا. وخلي بالك انا مش هقدر اقول لك الا هريح الناس. في عوار في التعديل وفي بطلان في التعديلات، وفي نفس الوقت التعديلات دي هتمرر البلاد من عنق الزجاجه. انت لك ان تختار، هتمشي ورا القانونيين الصرف وتقول لا حب، هتمشي ورا ضميرك الوطني وتروح تقول اه عشان المركب تمشي. انت حر، هذا امر بينك وبين ربك. صح، برافو عليك.